السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. عواشركم مبروكة ان شاء الله بالصحة والسلامة واجمل المتمنيات، وان شاء الله اللي كيتمنى شي حاجة في خاطرو يا ربي تحقق ليه. البنات، شكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينين، شكرا على المشاركة، شكرا على البارطاج. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نقدم لكم واحد لاطاغط كتجي رائعه، وفي نفس الوقت كندخلوا فيها مكسرات باش كان يستفد الجسم ديالنا منها. نبدا على بركه الله. عندنا في المكونات خماره، عندنا 3 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، الا كانوا يعني في الثلاجه جبديهم بواحد نص ساعه، وعندنا كاس ديال الفورس مغربل يعني دقيق الابيض. هنا عندي 4 كاس ديال الماء، هنا نص كاس ديال سكر سنيده، وبالاضافه البنات الكاكاو. المهم غنبداو على بركه الله، غنحاول نشارك معكم جميع المراحل. تبعوا الفيديو حتى الاخير ديالو وان شاء الله غادي تكون النتيجه كيف ما جاتني انا. البنات نبدا على بركه الله. كناخذوا واحد الاناء او بول، كنديروا فيه اول حاجه شويه ديال الملحه، من بعد كناخذ البيض ديالي، بسم الله، وكنطرب البيض مزيان مع سكر سنيده، اما بالطراب الكهربائي او البنات اللي بغات تطرب في المونينيكس او اللي بغات تطرب حتى بيديها. كيف ما تنقول لكم هذه قناه البساطه، يعني الحاجه اللي متوفره عندك في المنزل ديالك خدمي بها. كنطرب البنات حتى كنحصل على هذا الخليط بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنضيف نص معلقه صغيره ديال الخل، ثم كناخذ حامضه وكنحك القشره ديالها، غير هاد القشره الصفراء. اللي ما متوفرش عندها الحامض تحاول دير واحد الفاني. راه السر ديال هاد الكيك الاسفنجي او الجينواز هي هاد الخدمه الاولى اللي كندير. ها نتوما كتحصلوا على هاد الخليط بهاد اللون هذا، غتحاولوا تطربوا واحد المده ديال 5 دقائق او 6 دقائق، المهم حتى كتحصلوا على هاد اللون هذا. من بعد كناخذ واحد الصفاي او غربال، كنوضع فيه كاس ديال الدقيق، وكناخذ معلقه ونصف ديال الكاكاو. يستحسن انكم تاخذوا كاكاو يكون مر، ما يكونش حلو، لحقاش الكريمه اللي كنديرو كتكون حلوه، بالاضافه الى خميره الحلويات. كنغربل هاد المكونات ديالي كاملين وكنخلط مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط متجانس. بالنسبه اللي عنده خلاط كهربائي، هنا في هذه المرحله ما كنستعملش الخلاط وهو شاعل، كنخليه طافي، كنحاول نخلط غير بشويه باش ما يهبطش لينا البيض ديالنا. ومن بعد كناخذ واحد سباتي وكان نخلط بها. هاد الجينواز ديالي كنحاول انني نعطيها الخاطر، نحرك من الاسفل الاعلى بهذه الطريقه حتى كتعطيني هاد النتيجه هذه. من بعد كناخذ واحد المول، كل واحد المول اللي عنده، يا الزاج يا المول ديال الفران يا المول ديال الكيك العادي، وكنوضع فيه الخليط. كناخذ المول وكندهنو بالقليل من الزبده بهذا الشكل هذا، وكنصب الخليط ديالي في المول حتى كنسرحو كامل، ثم كنوضعو في الفرن. وهنا سرحت الخليط في المول، كنسخن الفران على 180 درجه بالنسبه اللي عنده الفرن ديال الضو. اللي عنده فران عادي ديال الغاز
غادي يسخنوا واحد دقيقه وينقص البوطه ويخلي هاد الكيك هادي طيب. البنات اللي مازال ما تابوناش عندي في القناه ديالي حاولي تابونا ويفعل الجرس باش يجيكم كل جديد ان شاء الله. بعد ما طاب الكيك كنسقيه بكاس الحليب ومعلقه القهوه. وهنا البنات الكيك ديالي فاش سقيته انا درتو في الثلاجه برد واحد شويه. اللي مزروبه به ما ديروش يبرد ماشي مشكل. هانتوما شوفوا تبارك الله كيشرب. غادي نحطو جانبا. وهنا ان شاء الله باذن الله غادي نوجدوا الكريمه ديالنا. انا كندير هاد الكريمه هادي كل واحده البنات الكريمه اللي كيتستعمل يديرها ماشي مشكل. وكنحتاج معاها واحد الكاس ديال الحليب يكون بارد. الا كنتي غتخدمي بالضغط ديالك مزروبه حاولي ديريه في المجمد باش يبرد مزيان باش لا كريم دغيا طلع لك بالطراب ان شاء الله باذن الله. هيا الكريمه ديالي غادي نصبها في داك الحليب اللي بارد وغادي نخلطها بالطراب مزيان حتى تطلع الكريمه. البنات غادي نطلع الكريمه ديالي ونكمل معكم المراحل باش ما نصدعكمش بالصوت ديال الطراب. كنعطي الخاطر الكريمه ديالي كنطربها مزيان حتى كنشوفها كتعقد عاد كنحبس. كنحاول نطرب على الجهه اليمين وكذلك الجهه ديال اليسار باش كنحصل على كريمه عاقده وناجحه 100%. تبارك الله كي جات طلعت مزيانه. من بعد حيت درنا الجينواز ديال بالكاكاو ودرت انا هاد لا كريم هادي فيها البناد الفاني. غادي ندير فيها واحد ياغورت ديال الشكلاط باش غيزيدها واحد المذاق رائع. بعد ما ضفت ياغورت ديال الشوكولا غادي نخلط مزيان الكريمه ديالي وغادي نوضعها على الجينواز. ها الكريمه ديالي البنات وجدات تبارك الله فيها واحد الرائحه رائعه وتا المذاق بنين. وخصوصا غادي نصبها على الجينواز ديالنا اللي مسقيه بالقهوه كما تنقول لكم العشاق القهوه. غادي نحاول نوضع لا كريم ديالي نسرحها مزيان فوق هذا الجينواز حتى تاخذ الشكل ديال المول. وهذا الشكل ديال الطاغط ديالنا كي جات تبارك الله كتحمق. البنات شكون منا اللي ما كتبغيش الحلاوي ديال لا كريم؟ من اليوم ان شاء الله باذن الله حيدي منك العجز مع وصفات نويويله. كل ما هو سهل كل ما هو بسيط. بالنسبه للبنات للتزيين كنحتاج هاد الحبيبات ديال الشوكولا وهنا فواكه جافه يعني اللوز والكركاع مقطعين. وكنبداو نزينو لا طاغط ديالنا بهاد الطريقه هذه. انا كنبغي نشارك معكم جميع المراحل خصوصا للمبتدئات. من اليوم فصاعدا ما غتبقايش دوزي محدا باتيسري وغادي تشهاي حلوه ديال لا كريم. غادي تجي لدارك اختي وغادي توجديها في واحد المده اللي هي قليله ماشي مده كثيره وغادي تقدميها ليك والافراد العائله بالصحه والراحه. من بعد فاش كنسالي البنات كنردها تبرد في الثلاجه وتنبقى نقطعها في طبيصلات وكنقدمها. بالنسبه للمكسرات للوليدات كاينين الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوا لنا المكسرات هذه فرصه باش ان حنا ندخلوا لهم هاد المكسرات في وصفات بحال هذه يستافد منها الجسم ديالهم وفي نفس الوقت تكون عندك ديما في الثلاجه واحد لاطارط اللي هي بنينه وصحيه 100%. شو البنات نتمنى انكم تجربوها. هانتوما البنات ها الشكل النهائي ديال لاطارط ديالي كتجي رائعه تبارك الله وغادي نقدمها معكم ان شاء الله بالصحه والراحه. كنتمنى انه اللي جربها يخلي لي كومونتير ويقول لي كي جاتو لاطارط. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شوفوا البنات تبارك الله كي كتجي هشيشه وتا في المذاق كتجي بنينه. تنقدمها لكم بالصحه والراحه وشكرا.